انا عاجبني الاول تفكير الاهلي في التجديد لمارسيل كولر، لان دي من الحاجات اللي الناس اتكلمت عليها. الراجل عنده قناعات شخصية، وبالتالي حتى الصفقات اللي الاهلي بيختارها واضح ان في دقة شديدة جدا في اختيار الصفقات. وواضح كمان ان الراجل الاهلي عنده ثقة كبيرة فيه، فبالتالي سايب له حرية الاختيار على جميع المستويات. برضو من ضمن الكلام اللي في الترند عن الاهلي الاسبوع ده موضوع الاستغناء عن اللعيبة الناشئين. ما هو اكيد يا جماعة في كم كبير عند الاهلي راجع من اعراض زائد الاستغناءات. في النهاية كولر هو اللي هيقعد يحدد، لانه الراجل ده يا اللعيبة دي هتلعب معاه في الفريق الاول يا مش هتلعب. اللي راح اي نادي ربنا يكرمه ويوفقه وينجح ويبقى ان شاء الله واحد من نجوم الكرة المصرية او واحد من الناس اللي مؤثرة في الدوري المصري. ربنا يكرمهم كلهم، لانهم في النهاية مستقبلهم ان شاء الله كبير. واي لاعب النادي استغنى عنه او خد قرار انه يمشي او ما كملش في النادي اللي هو حلم طفولته او بادئ فيه، الحياة دايما بتديك فرص انك تعوض وتنجح وتكسر الدنيا. ففرصة ان انت تنجح وتعوض وتكسر الدنيا. فدي كانت رسالة لازم نقولها للاعبين الشباب. في كمان حاجة اخيرة عن موضوع الاهلي. الاهلي ماشي صح، يعني انت بتتكلم دلوقتي انه بيفكر في طريقة ادارته للملفات كلها صح، وبالتالي الاختيارات اللي هتحددها الفترة الجاية سواء بقى هيجيبوا مهاجم، سواء هيدعموا بالمراكز، سواء هيرجعوا لعيبة، في النهاية هتقول يا الاهلي يكمل يا ما يكملش.